عملنا قبل كده مع بعض الايس كريم بالفانيليا، وعملناه كمان بالشوكولاتة وبالاوريو وبالفراولة. كانت نتيجته في منتهى الجمال وطلع معانا حلو جدا، وده كان ايس كريم الفانيليا. النهارده جايبه لكم طريقة جديدة للايس كريم بالمية. حبيت انقل لكم تجربتي فيه ورأيي فيه بكل صراحة. لو ناوية تعملي ايس كريم اللي بالمية اللي مشهور على كل القنوات، شوفي الفيديو ده الاول قبل ما تبتدي في الطريقة، عشان هقولك فيه طريقتي ورأيي فيه بكل صراحة في اخر الفيديو. تعالوا بينا نخش على المقادير ونشوف كمان طريقة التحضير ونشوف هنعمله ازاي. جبت كده عندي اناء هبتدي انزل فيه باربع كوبايات من المج العادي اللي موجود في كل بيت. مية عادية كده من الحنفية، باردة مفيهاش اي حاجة خالص. هبتدي انزل عليها بكوباية من المج اللي موجود برضو في كل بيت اللي بنشرب بيه الشاي من الكريم شانتيه البودر. ده كان كريم شانتيه خام. هنزل عليهم كمان بنص كوباية من الباستري كريم، وهقولك لو ما عندكيش باستري كريم تقدري تبدليه بايه. هنزل عليهم كوباية ونص من السكر البودر، لان الكريم شانتيه اللي انا استعملته كان خام ما كانش فيه سكر. هبتدي ادوب المكونات دي كويس كده مع بعض لغاية ما ابتدي تمتزج كده وتبتدي ملقاش فيها اي تكتلات. الباستري كريم ده عبارة عن نشا بيربط على البارد. طب لو ما عنديش الباستري كريم هتقدري انك انت تبدليه بنص كوباية من النشا. وفي الحالة دي هتبتدي انك انت ترفعي المية مع السكر مع النشا بعد ما تدوبيهم على البارد الاول. هترفعيهم على النار لغاية ما يبتدوا بس كده يبقوا نفس القوام اللي انت شايفاه قدامك ده كده. بعد كده هتزودي الكريم شانتيه وتكملي بقية الطريقة معانا عادي. جبت معلقتين كبار كده من الجيلاتينا البودر، موجودة عند أي عطار، بتتباع مش غالية، تقدري تجيبيه منه ب5 جنيه. هحط عليهم كوباية من المية برضو العادية كده، وهبتدي أقلبهم كويس لغاية ما أحس إن الخليط امتزج ومفيش برضو فيه أي تكتلات خالص. لو سبتها كده هلاقيها جمدت معايا وبقت عاملة زي السفنج. علشان أشغل الجيلاتينا هرفعها معايا على النار يا دوبك تسخن كده، أحس إن هي ابتدت تفك معايا خالص، وهنزل بيها على خليط الآيس كريم اللي معانا، وهبتدي ادوبها كويس جدا كده مع الايس كريم اللي احنا حضرناه او الاساس بتاع الايس كريم. كده يعتبر الاساس بتاع الايس كريم بتاعنا خلص. هبتدي ادوب بقى المكونات كده كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. ايس كريم بتاعنا مش محتاج مننا ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه، تقدري تعمليه بسهوله جدا. جبت معايا بقى الاطعمه اللي انا هطعم بيها الايس كريم. جبت فراوله مجروشه كده كانت عندي في التلاجة، وجبت نوعين من تانك الاناناس اهو. هبتدي احطه على اول طعم. انا قسمت الخليط ل3 اطعمه على حسب الاطعمه اللي معايا. اول طعم كده الاناناس، وادي تاني طعم معانا كان تانك البرتقال. هبتدي انزل عليه كده برضو على الخليط التاني. طبعا تانك البرتقال معانا تقدري تبدليه وهو والاناناس تقدري تبدليهم في بقى مانجا، في توت، الطعم اللي انت حباه. كده اول طعم معانا هنقلبه اللي بالبرتقال، والتوقيع الاول كده وتشوفي، لان طعم البرتقال بيكون مزز فممكن يحتاج معانا سكر تاني، هتحطي السكر حسب الرغبه. برضو نفس الحكاية طعم الأناناس هندوب كده تاني طعم معانا من الآيس كريم اللي بالأناناس. لو وصلتي لغاية هنا معانا في الفيديو ولسه ما اشتركتيش في القناة، انزلي نورينا واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، خليه على الكل علشان يوصلك مني كل جديد. ولو شايفة في آخر الفيديو ان هو يستاهل منك اللايك، ما تبخليش علينا باللايك الجميل بتاعك، وكومنت حلو منك يساعدنا ان احنا نكمل مع بعض ان شاء الله. عملت ال3 أطعمة كده وحطيتهم في الكيس، وموضوع الكيس ده معروف من زمان، هنحط فيه الآيس كريم ونحطه في الفريزر عشان يجمد معانا بسهولة. هبتدي أطلعه بعد 24 ساعة، يعني تاني يوم من التصوير. بصي جمد كده الأطعمة كلها جمدت اهي معانا. ادي الفراولة، وادي كمان التانك اللي بالبرتقال اللي عملناه آيس كريم. هبتدي بقى أجيب كده معايا سكينة، وهبتدي إن أنا اقطع كده معاكم الكيس عشان تشوفوا شكل الايس كريم من جوه شكله عامل ازاي. هو مجمد وفي نفس الوقت تحسيه طري كده معاكي عامل زي السفنجة، تمام، لكن متلج. بصي بقى لما بيتقطع معانا بكل سهولة ازاي. شايفة شكله من جوه واللون بتاعه عامل ازاي؟ رائع طبعا طبعا تحفة. هقولك رأيي فيه في اخر الفيديو، ما تستعجليش. لكن انتي لو شفتي كده الطريقة هتقولي واو مفيش احلى من كده. لكن للمصداقية وللأمانة أنا هنقلك رأيي فيه بكل طريقة بكل صراحة.
وكل الطرق اهي قدامك، ما شلناش منك اي حاجة. هبتدي بقى اجيب طبق كده، وفضيت عندي اول طعم فيه، وهبتدي اجيب المضرب الكهربائي بتاعه علشان اضربه جامد، مش عايز يتضرب. طب هنعمل ايه؟ هبتدي اكسر فيه كده شوية بالمضرب الكهربائي قبل ما اضربه يا جماعة، عشان لو ضربناه بالمضرب الكهرباء هلاقي ان المضرب باظ معايا واتحرق. فالدنيا مش مستحملة يعني ان حاجة تبوظ، ولا احنا نبوظ حاجة ولا نحرق حاجة، فخلينا ماشيين بالحاجة كده بالمسايسة. لو ما عندكيش المضرب الكهربائي تقدري تجيبي المضرب السلك، وبرضه هتعملي نفس الخطوات بالمضرب السلك. هجيب معايا شوكة كده علشان ابتدي اهرس الاول الخليط اللي معايا، لان بصي جامد ازاي هيحرق معاكي المضرب. هاتي بقى شوكة كده وابتدي اهرسيه كويس، لما تسيبيه يفك كده معاكي حوالي 5 دقايق كده هتلاقيه فك معاكي بسهولة جدا. بصي هو مش مستحمل، بس هنهرسه عشان نساعد المضرب ان هو يشتغل معانا ويضرب معانا كده ويبقى سلس واحنا بنضرب الايس كريم بتاعنا. خلاص كده هرسته كويس بالشوكة. هجيب بقى المضرب وهبتدي اهرس او اضرب الخليط ده كده كويس. الايس كريم هتلاقيه ناعم معاكي، وابتدى ان هو المطة اللي فيه تزيد معانا كويس قوي. وطبعا اللي بيزيد معانا المطة الايه الجيلاتين اللي احنا حطيناه. ضربت كده معايا خلاص كده. بصي الخليط بقى ناعم معانا ازاي. هعمل تاني طعم برضو بنفس الطريقة اللي هو الاناناس. مش هعمل معاكي الأطعمة كلها، أنا هعمل معاكي بس طعمين علشان تعرفي الطريقة، وبعد كده أنا هعمل الطعم التالت مع نفسي. فضيت برضو الآيس كريم كده أهو الأناناس، نفس الخطوات اللي عملتها في البرتقال هعملها في الأناناس. هبتدي أهرسه برضو الأول بالشوكة بالشكل ده كده أهو. طبعا ياما بوظنا مضارب كتير جدا للأسف، بسبب إن إحنا بنشتغل كده على طول، ما بنستسهل على نفسنا، لكن في الآخر بنطلع إحنا اللي خسرانين، لأن إحنا استسهلنا وكسلنا إن إحنا نهرس الآيس كريم الأول. بصي برضو بهرسه تاني أهو بالمضرب قبل ما أضربه، وبعد كده تبتدي بقى تضربيه هيتضرب معاكي بكل سهولة. بصي طبعا النعومة باينة اهي، ابتدت تظهر معانا الآيس كريم ينعم. نخلط بقى الآيس كريم كده كويس معانا. عايزة اوريكي بقى، بصي المطة بتاعته قد ايه حلوة. المطة بتاعته كانت حلوة جدا، نفس المطة بتاعت الايس كريم الجاهز بالظبط. شايفة تاني كده تاني طعم معانا. هبتدي اعمل الطعم التالت كمان اللي بالفراولة، وهحطه في التلاجة لغاية ما يجمد معانا، ونرجع تاني نشوف شكله كده بعد ما حطيناه في التلاجة وجمد وبقى معانا بالشكل ده. ده كان تالت يوم من التصوير الفيديو، يعني انا حطيته اول مرة 24 ساعة وطلعته وضربناه، وبعد كده حطيته تاني لمدة 24 ساعة. بصي بقى الخربشة بتاعته عاملة ازاي، الملمس بتاعه ناعم جدا، المطة بتاعته حلوة، اللون مفيش احلى من كده. الطعم بقى هقول لكم عليه دلوقتي. طبعا اهم من ده كله الطعم. بصي الايس كريم ابتدى يسيح معانا ازاي، ومجرد ما طلعته بس كده وابتدي ان انا احطه في الاطباق ابتدى ان هو يسيح معانا. المطة بتاعته قلنا حلوة، اللون جميل، لكن للأسف بيسيح بسرعة جدا يا جماعة. طعم الأناناس كان عامل زي طعم الدواء بالظبط. طعم الفراولة كان مجرش كده. بصي فيها تجريشة ازاي بتاعة الفراولة، عمل تجريش كده لأنه معمول طبعا بالمية وفاكهة، فكان عامل زي التجريشة كده في التلج. طعم البرتقال كان مزز جدا رغم ان احنا حطينا له سكر بزيادة، لكن الطعم المركز بتاع البرتقال كان واضح جدا. للأسف طعمه كان مش أحسن حاجة، ما كانتش أحسن تجربة ليا للأسف. حبيت انقلها لكم واقول لكم رأيي فيها بكل صراحة. وللأمانة هو مكلف؟ ما كانش مش مكلف، لا كان مكلف، لأن احنا اشترينا الكريم شانتيه واشترينا التانك واشترينا السكر البودرة، حتى لو موجود في البيت برضو غالي فمكلف. الجيلاتينا النتيجة ما كانتش أحسن طعم ولا أحسن نتيجة للأسف. حبيت أنقل لكم الطريقة بكل صراحة وبكل أمانة. سامحوني لو ما قدرتش أقدم لكم النهاردة فيديو تستفيدوا بيه، لكن قلت أقول لكم على الطريقة وأقول لكم على نتيجته، وللأسف
ما كانتش احسن نتيجة. ان شاء الله هقدم لكم فيديوهات تانية كتير تكون فيها النتيجة كويسة، وبرضو لو ما كانتش كويسة هنقول لكم طريقتي فيها ورأيي فيها بكل صراحة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو ما عجبتكوش الطريقة ولا عجبتكم طبعا ولا عجبتني، لكن يهمني رأيكم في الصراحة بتاعة الفيديو، ويهمني رأيكم في طريقة الفيديو. ولو حد عمل وطلع معاه حلو يقول لي عمله بالطريقة نفس الطريقة دي، واتعملوا بأطعمة ايه وطلعت معاه النتيجة عاملة ازاي. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير مع فيديو يكون نتيجته احلى من كده بكتير. مع الف سلامة، مع السلامة.